السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نخدموا فيه نموذج آخر في امتحان موحد المحلي في مادة الرياضيات الدورة الأولى. إذا نبداو على بركة الله. عندنا في الأنشطة العددية في التمرين الأول ضع وأنجز ما يلي. عندنا كيف العادة 4 ديال العمليات. إذا نبداو بالعملية الأولى اللي هي عملية الطرح. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي العمليه الاولى هي عمليه الطرح. اول حاجه كنديروها هي اننا كنحطوا الاعداد ديالنا. العدد الاول طرح ولا ناقص العدد الثاني. العدد الاول عباره عن عدد عشري والعدد الثاني عباره عن عدد صحيح، وهذا العدد الصحيح بحال كنعتبروه فاصله صفر باش يعاوننا نحطوا زعما كنحطوا العدد بالترتيب الصحيح، يعني الفاصله تحت الفاصله. اذا نبداو على بركه الله بالحساب. اذا عندنا 9 ناقص صفر هي 9 فاصله. 6 ناقص 9 لا يمكن. إذا 16 ناقص 9 7. ردوا الاحتفاظ هنا ياكو. 1 ناقص 8 لا يمكن. إذا 11 ناقص 8 هي 3 ياك. 1 ناقص 9 لا يمكن. إذا 11 ناقص 9 2. ثم هنايا عندنا 9 ناقص 10 لا يمكن. إذا ناخذ احتفاظ هنا ونرد السلف. إذا 19 ناقص 10 هي 9. 8 ناقص 1 7. إذا الخارج ديالنا هو 79,237.9. إذا ندوزو العملية الثانية. العملية الثانية عندي عملية الضرب 98.75 في 89. إذا أول حاجة نبداو بها هي العدد الأول أو الرقم الأول. الرقم الأول نضربو في العدد ديالي. عندي 9 في 5 إذا 45. إذا عندي 9 في 7 63 و4 67. 9 في 8 72 زائد 7 78. 9 في 9 81 و7 88. ملي كندوزو الرقم الثاني كنديرو هنا نقطة كيف العادة. إذا 8 في 5 40. 8 في 7 56 مع 4 60. إذا 8 في 8 64 مع 6 70. 8 في 9 72 مع 7 79. والعملية اللي كنديرو هنا هي عملية الجمع. تري بيان. دونك 5 زائد لا شيء 5. 7 زائد 0 7. 8 زائد 0 8 8. 9 زائد 8 هي 17. ثم 7 زائد 1 الاحتفاظ هي 8. وما نساوش عندي عدد عشري هنايا. اذا هاد الفاصله هذه كنحسب شحال من رقم من ورا الفاصله. عندي ها 1 ها 2. اذا غنحسب هنا عاوتاني 1 2 وندير الفاصله. اذا الخارج ديالي هو 8788.75. اذا ندوزو العمليه الثالثه اللي هي عمليه الجمع. كما كتشوفوا معايا عندي عدد صحيح زائد عدد عشري. باش يكون عندي الترتيب صحيح، يعني الفاصله تحت الفاصله، قلنا كنعتبروا العدد الصحيح كانه كاينه هنا فاصله صفر. خاي بيان. باش تحط لينا فاصله تحت الفاصله وما نكتبوش العدد ديالنا غلط، وهنايا كنعمروه بالاصفار باش يجينا سهل وما نغلطوش. 8 ياك. هنا 7 6 فاصله تحت الفاصله فاصله 5. 8 زائد 9 قلنا 17 ياك. 8 زائد 7 15 و1 16. 9 زائد 1 10. إذا الخارج ديالي هو 10,675.678. ندوزو لعملية القسمة اللي عندي هنايا. عندي 5.68 قسمة 0.8. كما كتعرفوا فاش كيكون عندي المقسوم عليه فيه القسمة تيشكل ليا مشكل كبير، يعني انا ما نقدرش ندير القسمه ديالي هي شبه مستحيله تقريبا. اذا الطريقه باش نتخلصوا من الفاصله هنايا، انا هنا ما كيشكل ليا حتى شي مشكل، ولكن في المقسوم عليه تيشكل ليا مشكل. اذا نتخلصوا بعدا من هذا. عندي رقم من وراء الفاصله، اذا غادي نضربو في 10
غنضربو في 10 هاد 0.8 وكما ضربت هنا في 10 حتى هنا غنضرب في 10 باش تكون عندي داكشي بالتساوي. يعني كما ضربت هنا نضرب حتى هنايا. 0.8 الا ضربتها في 10 تعطيني 8، غتعطيني عدد صحيح، وهنا هذاك هو الغرض ديالي. هنايا الا ضربنا في 10 غتعطيني 56.8. اذا الاعداد الجديده اللي غادي نخدم عليها هي 56.8 وهنايا 8. تري بيان. اذا هنايا 56 قسمة 8. اذا غناخذ الرقم الاولاني بما انه صغير، اذا غناخذ جوج ارقام ياكو. اذا 56 شحال فيها من 8؟ نستحضروا جدول الضرب ديالنا. اذا غتعطينا 7 لان 7 في 8 هي 56. هنا نديروا عمليه الطرح. 6 ناقص 6 صفر، 5 ناقص 5 صفر. اذا غنزلوا الرقم هنايا اللي هو 8. وملي نزلنا هذا الرقم هذا اللي هنا 8 عندي، ما نساوش بانه عندي هنا الفاصله. بيان سور ما غاديش نهبطها لهنايا وانما غنهبطها ولا غنديها للخارج. تري بيان. دونك اش غيولي عندي 8 شحال فيها من 8؟ فيها طبعا واحد. اذا واحد في 8 8. انا عمليه الطرح تعطيني صفر في الباقي. تري بيان. والخارج ديالي هو 7.1. ندوزو للتمرين الثاني ديالنا. كما كتشوفوا معايا عندي رتب تزايديا الاعداد التاليه. كما كتشوفوا عندي 8 ديال الاعداد، خصني نحاول نرتبهم. اذا شوفوا معايا هنايا. كما اول حاجه كان نديرها هي انني كنقرا هاد الاعداد ديالي، كنشوف واش عندي اعداد كسريه باش نتخلص منهم، لان الاعداد الكسريه صعيب عليا اننا نقارنهم مع الاعداد العاديه اللي هي العشريه. اذا اول حاجه كنديرو هي كنتخلصوا من الكسر. بحال هنا مثلا هادو اعداد عشريه عاديه، ولكن هذا عندي 1/2 عدد كسري. اذا خصني نتخلص منه. شنو غندير القسمه. ندير 1 قسمة 2 شحال غتعطيني نتوما؟ 1 قسمة 2 شحال فيها 1؟ شحال فيها من 2؟ فيها 0. 0 في 2 0. تعطيني 1 هنا نزيدو 0 ونديرو الفاصله. 10 شحال فيها من 2؟ 5. 5 في 2 10 وفي الباقي تعطينا 0. اذا هاد 1 على 2 شنو هي 0.5 ياكو. دابا غادي تسهل عليا انني نقارن هاد 0.5 مع هاد الاعداد الاخرين. قبيله لا غيكون صعيب عليا انني نقارن هاد 1 على 2 لانني ما عرفاش القيمه العشريه ديالها شحال كتساوي، واش كبر من هادو ولا صغر منهم ولا هذا. اوكي. اذا ملي هنايا تخلص من الاعداد الكسريه ديالي شنو غندير؟ غنبدا بالمقارنه ديالي. وكما ديجا كنقول لكم الا كان عندي شي عدد صحيح كنردو كانه فاصله صفر، غير باش تبان ليا فيهم كاملين الفاصله. اوكي تري بيان. بالنسبه الخطوه الثالثه هي اننا كنبقاو نقارنوا رقم برقم. اوكي. اذا اصلا في الترتيب التزايدي شنو كنكونوا طالبين منا؟ هو اننا كنبداو من حاجه صغيره لحاجه كبيره. اذا الرمز اللي غادي نستعملوه هو الرمز الصغر. اوكي. لانه كنقولوا كنبداو من حاجه صغيره لحاجه كبيره، يعني كتزاد. تري بيان. دونك الحاجه الصغيره اللي غنبداو بها في نظركم شنو هي؟ غنبقاو غاديين كنقارنوا كما قلت لكم رقم برقم. هنا عندي 9 5 0 9 0 9 راه هي 9. اوكي 9 5 9. شكون في نظركم اللي صغير هنايا؟ 0. تري بيان. هذا 0 هذا. اذا هذا الرقم هذا ديال من؟ ديال هذا. واش غنكتب هذا هنايا؟ لا، غنكتب العدد اللي عاطيني هما. اما انا هذا كنديرو غير في الوسخ ديالي باش انني نعرف القيمه ديال هذا العدد العشري شحال كتساوي. اذا غنحط هنايا 1 على 2. تري بيان. اذا انا العدد اللي درتو كنضرب عليه باش انه يخوي ليا السوق. اوكي. اذا ندوز دابا للعدد الثاني. عندي هنايا 9 5 9 9 9 5 9. اذا 9 كبيره دونك ندوزو للخمسوات. عندي هنا 5 عندي هنا 5. تري بيان. دونك شنو اللي غنقارنوا هاد الخمسه مع هاد الخمسه؟ بحال ندوزو للرقم الثاني. عندي 9 والزيرو. شكون في نظركم اللي صغير؟ زيرو. واخا هنا كاين جوج الارقام وهنا كاينين 3، لا تمشيو تغاطوا تكتبوا لي هذا هنا. لا، راه كنقارنوا رقم برقم. راه هذه 90 وهذه راه 0 9. اوكي. اذا هذه 9 والزيرو هذه هي اللي صغيره نكتبوها هنا 5.09 وهذه هي اللي غتجي من وراها. وبيان سور غادي نشطب عليهم لحقاش ما بقى عندي ما ندير بهم. تري بيان. عندي هنايا 9 9 9 9 9. غندوزو الرقم الثاني. عندي هنا 0 5 0 1 9. اذا هادو كبار. بقى نقارن هذا مع هذا لحقاش عندهم بحال الزيروات ياك. 0 0. عاوتاني عندي هنا 5 وهنا عندي 0.
هاد الاصفر فاصله صفر صفر صفر، فهمتوا؟ هي 9 فاصله، واخا تكون هنا ملايين ديال الصفرات راه بحال قلتي 9. اوكي. اذا هنايا فاش قرنا هاد الزيرو مع هاد الزيرو كيتشابهوا، والزيرو الاخر مع الخمسة، اذا شكون اللي صغير؟ هذا 9، حيت هذه غير 9 وهذه راه 9.05. دونك هذه كبر من هذه. اذا نكتبوا هنايا شحال؟ 9. ما نكتبوش عاوتاني 9.0 حيت انا هذه درتها غير في الوسخ. اوكي، غنكتبوا 9. تري بيان. اذا انا ملي كتبت هذه غنضرب عليها، شكون اللي غيجي من وراها؟ هي هذه مع من قارناها، نكتبها كيما عاطينها ليا. تري بيان. حتى هي نشطبوا عليها. تري بيان. شنو اللي بقى ليا؟ بقى ليا هذا وهذا وهذا. اذا عندي 9 9 9 بحال 5 1 9. شنو اللي صغير؟ 1. اذا 9.15 نكتبها، واخا فيها 3 الارقام وهادو جوج، ولكن راه هادي صغيره عليهم. اوكي. اذا ندوزو هنايا عاوتاني 5 و9. شكون اللي صغير؟ 5. تري بيان. اذا 9.5 هنا 9.9. نتمنى تكونوا فهمتوا ويجيكم هادشي سهل. ندوزو للتمرين الثالث. قال لك اكتب العدد التالي بالحروف. عطيناك هنا هذا العدد هذا كتبينه لك بالحروف. اول حاجه وليداتي هي انه كنحطوا داك العدد 3 3 3 3. فهمتوا؟ تنقسموا على 3 الارقام 3 الارقام 3 الارقام. اوكي. هنا 3 الارقام ديال الوحدات العاديه، هنا 3 الارقام ديال الالاف، 3 الارقام ديال الملايين، الملايير. ياك هادشي عارفينه. اذا انا كنبقى نقرا هادو. قلنا الاعداد يعني الوحدات، وهادو هما الالاف، وهادو شكون؟ الملايين. اشنو عندي هنايا؟ 3. اذا غنكتب 3 ملايين. ياك انا ساليت هادي، ندوز لهذا. شنو هي هادي؟ 654 ألف. هادو قلنا آلاف، هادو ملايين. اوكي. شنو غندير؟ 604 ألفا. ياك هذا حتى هو ساليت منه. شنو هذا؟ عندي 987 و 987. إذا العدد ديالنا هو 3,954,987. اوكي. اذا ندوزو للتمرين الرابع. عندنا ما هي القواسم المشتركه للعددين 25 و 35؟ المطلوب منا هنا هو نعطيو القواسم المشتركه للعددين 25 و 35. ياكو اول حاجه كنديرها هي انني كنكتب القواسم ديال 25 ونكتب القواسم ديال 35، ومن بعد كنشوف شنو هما هذوك الارقام ولا الاعداد اللي عندي نفسها، يعني كاينه عند 25 وكاينه عند 35 في نفس الوقت. هذوك كيتسموا القواسم المشتركه. اذا كما كتلاحظوا معايا هنايا عندي قواسم العدد 25 هما اول حاجه هي 1 نفسها، ياك، حتى هنا 1 نفسها 35، ياكو. ومن بعد كنقلب على الاعداد اللي كنضربها في شي عدد اخر تعطينا 25. مثلا هنا 5 في 5 25. هنا عندي 35 عندي 7 وعندي 5، لان 7 في 5 35، وعندي 35 في 1 35. هنا عاوتاني عندي 25 في 1 25، 5 في 5 25. اذا هادو هما القواسم ديال العدد الاول وهذا ديال العدد الثاني. اذا دابا نستخرجوا القواسم المشتركه. القواسم المشتركه كما قلت لكم هما اللي كاينين هنا، شنو المتكرر عندي؟ واحد واش متكرره ولا لا؟ كاينه. اذا 25 واش متكرره ولا لا؟ 5 واش متكرره ولا لا؟ كاينه. هاي. اذا القواسم المشتركه للعددين 25 و 35 هي 1 و 5. اوكي. اذا ندوزو للتمرين الخامس. قال لك وحد مقام الاعداد التاليه. عندي 7 على 21 و2 على 7، وعندي 9 على 8 و3 على 4. شوفوا معايا هنا كما كتعرفوا توحيد المقام شنو هو انه تيكون عندنا نفس المقام. مثلا هنا تكون عندنا 21، هنا تكون عندنا حتى هنا 21، هنا 8 تكون عندنا حتى هنا 8 الا كانت بيناتهم علاقه. يعني كيفاش بيناتهم علاقه؟ بحال مثلا هنا 7 و 21 واش بيناتهم علاقه ولا لا؟ بيناتهم علاقه، لان عندي 7 الا ضربتها في واحد العدد غتعطيني 21 اللي هو
3. انتم 7 ضربتها في 3 شحال تعطيني 21. اذا انا ولا عندي مقام موحد، هذا هو المعني بتوحيد المقام. اذا المقام الموحد عندي هو 21. هذا الا ضربتها في 3 شحال تعطيني 21، وجوج الا ضربتها في 3 غتعطيني 6. اذا دابا ولا عندي مقام موحد. تري بيان. اذا بالنسبه لهنايا عندي 9 على 8، عندي 3 على 4. شنو هو المقام الموحد؟ هو 8، لان اصلا 4 الا ضربتها في واحد العدد غتعطيني 8. اذا 8 9 هو. اذا 4 في 2 هي 8 عفوا ياك، وهنا 3 في 2 هي 6. اذا عندي نفس المقام، نفس المقام. تري بيان. هذا هو التمرين. اذا ندوزو للتمرين السادس. كما كتشوفوا معايا هنايا في التمرين السادس عندي جدول ياكو، عندي فيه 3 ديال الاقسام: السادس الاول، السادس الثاني، السادس الثالث، والمجموع ديالهم ديالاش عندي ديال الذكور وديال الاناث. اوكي تري بيان. هذا المجموع اللي عندي افقيا هو المجموع ديال التلاميذ اللي كاينين في كل قسم، في السادس الاولاني، في السادس الثاني، في السادس الثالث. بالنسبه للمجموع العمودي هو المجموع ديال الذكور في كاع الاقسام 3، الاناث في كاع الاقسام 3. اوكي تري بيان. اذا كما كتشوفوا معايا هنايا خصنا نعمروا هاد الخانات اللي عندي خاويين. اوكي اذا انا باش نعمرهم خص تكون خاصاني غير خانه واحده في كل سطر. بحال مثلا هنايا كما كتشوفوا معايا هنايا عندي 17 و17 وواحد الرقم خصو يعطيني 49 في المجموع ديالو، يعني المجموع ديال الذكور هو 49. اذا غندير 17 زائد 17، داكشي اللي خرج ليا غندير 49 ناقص داكشي اللي خرج ليا، يعني ناقص المجموع ديال 17 زائد 17. فاش غادي ندير العمليه ديالي غادي يعطيني الرقم 15. انا ندير 17 زائد 17 ياكو، ومن بعد ندير 49 ناقص المجموع ديالهم يعطيني 15. ندوزو دابا لهنا. بالنسبه لهنا عندي جوج خانات اللي خاصني نعمرهم. اذا ما يمكنش ليا نخلي هذا السطر هذا هو الاخراني، ندوزو لهذا السطر الثاني خاصني غير خانه واحده اللي خصني نعمرها. اذا سهله القضيه. شنو غندير عاوتاني؟ غنجمع هاد جوج خانات اللي عندي هنا وغنهز المجموع غنقص منه هاد الجوج المجموع ديالهم. اذا المجموع ديال 31 و 33 هو 64. اذا غندير 100 ناقص 64 غتعطيني 36. تري بيان. دابا كما كتشوفوا معايا هنايا هذا وهذا وهاد الخانه خاويه. اذا عندي جوج ديال المعالم، وعندي هاد المجهول هذا اللي غادي نقلب عليه. اشنو غندير؟ هذا شنو كيمثل لي؟ هاد 36 كتمثل لي المجموع. تري بيان. اذا كتمثل لي المجموع. شنو غندير 36 ناقص 17 باش نلقى هذا. تري بيان. اوكي يعني هذا المجموع هذا غنقص منه الذكور باش نعرف شحال من الاناث كاينين في هذا القسم السادس. شنو ندير هنايا؟ 36 ناقص 17 غتعطيني 19. تري بيان. عاوتاني هنايا 100 غنقص منها 49، لان 49 شنو كتمثل ليا؟ كتمثل ليا الذكور في كاع هاد الاقسام ياكو، وهنايا كيمثل ليا المجموع ديال هاد التلاميذ كاملين. اذا شنو غندير؟ غنهز هاد 100 نقص منها العدد ديال الذكور باش يعطيني العدد ديال الاناث، وغيعطيني الرقم 51. هذا هو التمرين ديالنا. نتمنى يكون مفهوم. ندوزو دابا لانشطه القياس. في السؤال الاول مطلوب منا حول الى الوحده المطلوبه. اذا عندي 4 ديال القياسات غنحاول نقاد التحويلات ديالي. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي 67.72 كيلومتر غادي نحولوها للهكتومتر. اذا شنو هي الوحده اللي عندي هنايا؟ كيلومتر. هي هذه كما كتشوفوا معايا هنايا كيلومتر. اذا غندير الفاصله ديالي في الوحده اللي عاطيني ياكو، غنكتب هنا 7 6 هنا 72. تري بيان. لاش غنحولها للهكتومتر؟ اذا الهكتومتر ديالي هي هذه، هي فاش غندير الفاصله. اذا شنو هو العدد اللي غيولي عندي؟ هذه غنحيدوها. اذا العدد اللي غيولي عندي هو 677.2 هكتومتر، هي اللي كتبت هنايا. عندي القياس الثاني 783.22 سنتيمتر او كاري. شحال كتعطيني بالديكامتر او كاري ولا الديكامتر مربع؟ تري بيان. فين هي عندي السنتيمتر مربع؟ هي هذه.
اذا هي فاش غادي ندير الفاصله ديالي تعطيني هنا 3 هنا 8 هنا 7.22. تري بيان. ياكو علاش غادي نحولها؟ غنحولها للديكامتر والسيتنان ولا الديكامتر كاري. شناهي هي الديكامتر؟ هادي غنحط فيها الصفر ونحط فيها الفاصله والباقي غنعمرو بالاصفار. تري بيان. اذا شنو هو هاد الفاصله هادي؟ غتمشي ياك. اذا شنو هو العدد اللي غيولي عندي؟ تولي عندي 0.00078,322. اذا نكتب العدد ديالي هنا. في القياس الثالث عندي 89.7 سنتيغرام. شحال كتعطينا بالديكاغرام؟ تري بيان. اذا فين هي الوحده ديال السنتيغرام؟ هي هذه. اذا غنحط فيها الفاصله كما عندي هنايا، عندي 89.7. تري بيان. غادي نحولوها للديكاغرام. فين هي الديكاغرام؟ هي هذه. اذا غنحط فيها الصفر الفاصله، حط هنا الصفر. اش غتولي عندي؟ الفاصله الاصليه غتمشي، شي يولي عندي؟ يولي عندي 0.0897 ديكاغرام. اذا دابا غندوزو للقياس الرابع اللي هو 4960 قنطار. نحولوها للكيلوغرام. تري بيان. اذا الوحده اللي عندي هي القنطار. فين كاين عندي هنا في الجدول؟ اذا هذا هو القنطار، هو اللي غنحط عليه القلم ديالي. اذا غنحطو هنا صفر ياكو، وهنا غنحط 6 9 4. علاش حطيت ثلاثه الارقام هنا في نفس الوحده؟ لانه ما عنديش وحدات اخرين قبل من الطن باش نحط كل رقم في كل وحده. داكشي علاش جمعتهم كاملين في نفس الوحده، جمعتهم جمله. اوكي. هنايا قلنا غادي نحولوا الكيلوغرام. تري بيان. فين هي الكيلوغرام؟ هي هذه. دونك هي اللي غنحط فيها الزيرو ونعمر هنايا بالزيرو. اذا شنو هو العدد اللي غيولي عندي؟ غتولي عندي 496,000 كيلوغرام. تري بيان. نكتبو هنا. اذا في السؤال ولا في التمرين الثاني في انشطه القياسات عندي محيط حديقه منزل هو 30 متر. احسب محيط هذه الحديقه بالديكامتر والكيلومتر. شنو اللي مطلوب مني هنايا؟ هما نحولوا هذيك 30 متر نحولوها للكيلومتر او بالديكامتر. اذا الجدول ديالي غادي نحول فيه 30 متر. تري بيان. الا حولتها للديكامتر غادي تعطيني، غنديروا الفاصله هنايا، شحال غادي تعطيني؟ 3 ديكامتر. تري بيان. الا حولتها الكيلومتر غادي تعطيني الكيلومتر هنايا غادي نديرو فيه الفاصله. تري بيان. صفر. نكتبو هنا الصفر. شحال تعطيني؟ 0.03 كيلومتر. هذا هو التمرين. اذا 30 متر غادي تعطيني هي 3 ديكامتر 0.03 كيلومتر. اذا كما كتشوفوا معايا هنايا قال لك في السؤال الاول ارسم مثلثا ا بي سي متساوي الساقين. كيفاش نرسموا مثلث متساوي الساقين؟ اول حاجه كنديروها هي اننا كنرسموا القاعده ديالو. تري بيان. دونك اول حاجه غنديرها هي بحال هكا ونرسم القاعده. ما عطيناش القياسات هنايا دونك نحسب ندير القاعده قد ما بغيت. هي بخي كنهز البركار ديالي كنديرو على الراس ديال ديك القطعه اللي رسمت، كندير الخط الاولاني بحال هكا ياكو هاد القوس الاولاني، وندوز عاوتاني ما نغيرش القياسات ديال البركار ديالي، ندوز نفيكسي هنايا ندير عاوتاني القوس الثاني. اذا اشنو كندير؟ كنرسم القاعده ديالي شحال ما رسمت فيها انا، المهم عندي ما عطيناش القاعده شحال فيها، وكنهز البركار ديالي كنفيكسيه في النقطه الاولى كما كتشوفوا معايا هنايا، كنديروا القوس الاولاني وما نحركش هذا، ما نصغرو ولا نكبرو، نخليه كما هو ونعاود نمشي نفيكسي هذا هنا وندير القوس الثاني. تري بيان. انا رسمت الراس، هذا المثلث ديالي متساوي الساقين، يعني هذا الساق هذا تساوي هذا الساق هذا وسميتو ا بي سي. تري بيان. دونك هذه ا هذه بي وهذه سي. تري بيان. السؤال الثاني قال لك انشئ زاويه
A و B قياسها 130 درجة. تري بيان. اشنو كندير القياس؟ شنو كندير بعدا الزاويه ديالي؟ لانني غنرسم واحد المستقيم بحال هكا ياكو من بعد غنهز نصف دائره ديالي ياك، غادي نحطها على الراس، يعني هنا نحطها على الراس بحال هكا. هاد الخط هذا يجيني، هاد الخط هذا يجيني مع المستقيم اللي رسمه انا. ومن بعد نختار الدرجه اللي عطيني 130. اذا نبداو من الصفر، 0 10 20 30 90 110 120 130 هي هادي. تري بيان. اذا غندير فيها نقطه بحال هكا، نقطه خفيفه، وغنجي لهنا غندير المسطره ديالي. هذيك النقطه نوصلها للنقطه ديال المركز. تري بيان بحال هكا. اذا هذه شحال فيها 130 درجه. قال لك بي او منصفا لها. كيفاش بي او منصفا لها؟ شنو هو المنصف بعدا؟ هو انه كيقسم لينا هاد الزاويه هادي على 2. اول حاجه كنديروها هي اننا كنختاروا واحد جوج النقط كيف ما كانوا. كنحط البركار ديالي على هاد على هاد النقطه هادي المركز ديالها. كندير واحد القوس بحال هكا بحال نص دائره ياك. هادي وهادي كنحدد جوج النقط. من بعد اشنو كندير؟ هادي سميتها او ياك، وهادي ا، وهادي بي. ا او بي ياك هي اللي طالبينها مني. هادي هي الزاويه او. تري بيان. اذا شنو طالبين منا؟ او بي. اذا واحد المستقيم غيقسم لي هذا ا او بي على جوج. هذا هو المعنى ديال المنصف. شنو كندير من ورا ما درت هذه الخطوه عفوا؟ كناخذ هذه النقطه وهذه النقطه ياك، كنفيكسي فيهم الشوكه بحال هكا باش يسهل عليا القضيه. كنفيكسي بحال هكا، كنرسم، كناخذ واحد العبار كيف ما كان، كنرسم واحد القوس. رسمت الاولاني ما كنغيرش القياس، كنجي لهاد النقطه عاوتاني كنرسم القوس الثاني. تري بيان. اذا هذا هو منتصف ديال داك القوس. قلنا اول حاجه كنديروها هي اننا كناخذوا هاد كنرسموا هذا، ومن بعد هادوك جوج النقط الراس ديال هنا والراس ديال هنا كنفيكسي عليه الشوكه، كنرسم القوس الاولاني ما كنغيرش القياس، كندوز للنقطه الثانيه كنرسم عاوتاني القوس الثاني. تري بيان. ومن بعد هذا كنحاول نوصلو للمركز ديالي بحال هكا. نرسمو بلون مغاير باش يجيكم واضح ياك. اذا هذا هو بي او بي. هانت او بي منصفه لها، كيقسمها ليا على جوج. باش نتاكدوا اشنو غنديروا؟ غنديروا 130 قسمه 2. شنو هي 130 قسمه 2؟ 130 قسمه 2 هي 65. غادي نهز نصف دائره ديالي ياكو، وغادي نتاكد واش في ديك الزاويه اللي رسمت انا كاينه 65 ولا لا. لا ما خرجتش لي 65 اذا رسمت منصف غلط. فهمتوا؟ اذا هنا 0 10 20 30 40 50 60. هانتوما لا كيبان لكم هذاك الباج كاين فاش كاين في 65. ها هي 70. هانتوما ها 60 جا في الوسط ما بين 60 و 70. شفتوه؟ اذا 65. اذا عندي الرسم صحيح. تري بيان. اذا ندوزو للسؤال الثالث. قال لك ارسم مستقيمين متعامدين معتمدا الطريقه الاعتياديه. اذا المستقيمين المتعامدين سهله. اشنو كنديروا؟ اول حاجه هي انه كنرسم واحد المستقيم بحال هكا، عفوا بحال هكا كنرسم مستقيم اوكي. اي ابخي كنهز يعني هاد المزواد ديالي تندير التعامد. شفتوا التعامد؟ كاين التعامد. كنرسم بحال هكا مستقيم وكنحاول نكملو صافي.
صافي وكندير علامة التعامد ما ننساهاش. اذا هذا مستقيم متعامدين، والمستقيم المتوازيين هما اللي كيكونوا متوازيين بحال هكا. الا جا بلا طلبوها منكم يعني مستقيمين يكونوا متوازيين، هذا كيتسمى متعامدين وهادو متوازيين. تري بيان. اذا ندوزو السؤال الرابع. قال لك المستقيم او سي كما كتشوفوا معايا هنا في الشكل او سي ياك هو المنصف ديال ا او بي، والقياس ديال بي او سي هانتوما بي او سي يعني هذاك المثلث اللي الفوق بي او سي القياس ديالو هي 32 درجه ياك. القياس ديالو هو 32 درجه. قال لك استنتج قياس ا او سي يعني المثلث الثاني ا او سي وقياس ا او بي. في نظركم شنو غنديروا؟ هذاك او سي قلنا المنصف ديال ا او بي، اذا القياس ديال بي او سي اللي هو 32 غيكون كيتساوى مع القياس ديال ا او سي. علاش؟ لحقاش هذاك المنصف راه قاسم لينا ا او بي على جوج. فهمتوا؟ يعني هذاك المثلث الاولاني القياس ديالو غيكون كيشبه المثلث الثاني، اذا غادي نستنتجوا باللي ا او سي غتكون فيها 32 ياكو، و ا او بي شنو هي 32 ديال سي او بي مع 32 ديال ا او سي اللي هي 64. نتمنى تكونوا فهمتوا. اذا قياس الزوايا ا او سي هو 32 درجه و ا او بي هي 64 درجه. اذا هنايا نكون ساليت معكم هذا الامتحان اللي كنتمنى يكون سهل وتكونوا استفدتوا بزاف معايا. واللي عنده شي مشكل يكتبها لي في الكومونتير، يكتب لي باللي ما فهمش مثلا شي حاجه ولا انا ما شرحتش لي شي حاجه كيف ما بغاها. والامنيه ديالي هي انني كنتمنى لكم التوفيق ومسيره موفقه.